طبية، عيادة تكنولوجية باختراعات عظيمة. ميكروسكوب من اختراعاتي بشاشة كبيرة للتوضيح، أذكى كمبيوتر عندي وعرض الحالة بشكل صريح. ميكروسكوب من اختراعاتي بشاشة كبيرة للتوضيح، أذكى كمبيوتر عندي وعرض الحالة بشكل صريح. دكتور ماكس، دكتور ماكس، دكتور ماكس، دكتور ماكس. عايزين دكتور ماكس، 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 عايزين دكتور ماكس. ارحمونا ارحمونا مين الركنة بوظتونا، ارحمونا ارحمونا مين الركنة بوظتونا، ارحمونا ارحمونا مين الركنة زهقتونا، ارحمونا ارحمونا مين الركنة زهقتونا. مالكوا يا جماعة متضايقين كده ليه؟ يا ريت تهدوا شوية. 1 2 شغلتنا راحت فين؟ 1 2 شغلتنا راحت فين؟ 1 2 هتيمونا بعدين. 1 2 هترمونا بعدين. استنوا بس أنا مش هعرف أفهم كده. لا للركنة لا للزق والنظافة من غير قلق. 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 يا جماعة ممكن واحد يقول لي مشكلته إيه؟ قول لي يا ميجو مشكلتك إيه؟ أنا ووشي دايما مركونين على الرف. مفيش فايدة يا دكتور، ريكا هتفضل سايبانا لغاية لما نبوظ. وهي مامتها مش بتقول لها تغسل سنانها؟ يمكن ما تعرفش إنه غلط. تعالى يا دكتور وأنا هوريك كل حاجة. أما كان يوم جميل بذات، برغم إنه وتعب بس أنا اتبسطت جدا. يلا أروح أنام بقى. يا ريكا انت هتنامي قبل ما تغسلي سنانك؟ يوه ما هي حلوة ونضيفة ايه؟ حلوة ايه بس؟ ريحة بقك صعبة جدا، انت مش مكسوفة من نفسك؟ دي سناني أنا وأنا حرة فيها، وبعدين أنا غسلتها في عيد ميلادي اللي فات. ايه ده كان من شهرين. ياه دي مدة طويلة قوي. طب الباقيين بقى مشكلتكم إيه؟ يا دكتور عيب جدا لما أكون موجودة والبنت اللي اسمها يوزي دي ما تستحماش. والعيب الأكبر لما تكسفني قدام صحابي. إزاي بس؟ ممكن توروني؟ ياه أخيرا هتناول لما أروح أحط الكوتشي بتاعي في أي حتة علشان أقف في الطابور. اوف ايه الريحة الوحشة دي؟ ايه يا بنتي حطي الكوتش بتاعك في اي حتة بعيد. ما تستحموا بقى يا عمتونة. يا بنتي لازم تهتمي بنفسك وبريحتك، ما ينفعش كده. خلاص خلصتوا؟ أنا هروح أتناول ما تعطلونيش. إيه صفته ده اي حاجة. والمشكلة الأكبر إنها كمان مش عايزة تغسل هدومها. لا يا جماعة ما تقولوش كده قدامي، ده أنا لما نانا بتفكر تسرح شعرها بشوف حاجات غريبة ومرعبة. حاجات مرعبة؟ انتوا اكتشفتوا المشكلة دي ازاي؟ ياه النهاردة أول يوم في المدرسة، أنا مش أصحابي جم ولا لسه؟ ازيك يا نانا عاملة ايه؟ أنا كويسة، مش هتيجي تقعدي جنبي في الفصل؟ لا ده هتقعد جنبي انا، شوفي لك حد تاني تقعدي جنبي. براحتكم، أنا هشوف لي أصحاب تانيين غيركم. انت ليه كلمتيها بالطريقة دي؟ انت سألت تقعدي جنب بنت جربانة وعمالة تهرش في شعرها؟ ايه ده؟ أنا ما خدتش بالي خالص، بجد كويس إنك قلتيلي، أنا لا يمكن أفكر أقعد جنبها أبدا. وهي دي المشكلة، صاحبتنا بتهرش كتير وهي مش مخلياني اساعدها خالص. أنا خلاص تعبت، إحنا مهما عملنا خلاص ملناش لازمة. أو صاحبتنا بتستخدمنا لكن بطريقة غلط، لازم يا دكتور تشوف لنا حل. أنا دلوقتي فهمت مشكلة. ريكا وروزي ونانا لازم يعرفوا غلطهم، ولازم أوريهم الخطر اللي بيهددهم. يلا يا جماعة اتحركوا، هاتوا صحابكم، مستنيين ايه؟ انتوا ليه جبتونا هنا؟ انتوا ما تعرفوش ان انا ممكن اضربكم؟ سيبوني بقى، هو في ايه؟ انتوا ما تعرفوش المشكلة اللي انتوا فيها. مشكلة ايه؟ احنا ما عندناش مشاكل. انتوا بتأذوا نفسكم وانتوا مش حاسين. محدش قالك تساعدني. مش هتمشوا غير لما تشوفوا بنفسكم. خلصنا، عايز تورينا ايه؟ سكوب ورينا. متمسكين عيشة مريحة ومنايمين.
شغلنا كله بهمة وبمريسة. شايفين شغلنا كله بهمة وبمريسة. جيشنا كمان مستعدين لأي خطر هنا واقفين. وجيشنا كمان مستعدين لأي خطر هنا واقفين. ايه ده؟ ايه كل ده؟ مش معقول كل ده بيحصل في سناني؟ ايه ده حشرات دي ولا ايه؟ يا شيلوها بسرعة. كل ميه اقولك استحمي وانت مش بتسمعي الكلام. لا ده مش ممكن، انتوا بتضحكوا عليا، انا عارفة نفسي، انا بغسل شعري كويس. وايه لازمة كل ده لو بتعملي كل الحاجات الصح بطريقة غلط؟ ما بنتعبش ما بنمشي وراك مهما كان، واسمنا جراثيم علشان صغيرين، لكن خطرنا كبير في كل حتة عايشين. أصغر أخطر أصغر أخطر جراثيم، أصغر أخطر أصغر أخطر جراثيم. عندنا أشكال كتير أحجام مختلفين، رجلك إيدك بقك شعرك دلوقتي احنا واقفين. عندنا أشكال كتير أحجام مختلفين، رجلك إيدك بقك شعرك دلوقتي احنا واقفين. أصغر أخطر أصغر أخطر جراثيم، أصغر أخطر أصغر أخطر جراثيم. كفاية ابعدوا كفاية تعبتونا، احنا حرمنا خلاص بس مشوا سيبونا. كفاية ابعدوا كفاية تعبتونا، احنا حرمنا خلاص بس مشوا سيبونا. واتعلمنا وعرفنا غلطنا واهملنا، عايزين مساعدة ناس مش عايزين دمرنا. واتعلمنا وعرفنا غلطنا واهملنا، عايزين مساعدة ناس مش عايزين دمرنا. دلوقتي دوري جه ودور كل الأصحاب، هنساعدكم في نظافتكم وتكونوا من الشطار. دلوقتي دوري جه ودور كل الأصحاب، هنساعدكم في نظافتكم وتكونوا من الشطار. يلا يا اصحاب لازم نطلب كل الجراثيم بره. يلا اطلعوا برا ملكمش هنا مكان، هم خلاص عرفوا غلطهم من دلوقتي في التزام. يلا اطلعوا برا ملكمش هنا مكان، هم خلاص عرفوا غلطهم من دلوقتي في التزام. لا لا مش خارجين، ده مكاننا واحنا قاعدين. لا لا مش ماشيين، ولو خرجنا اكيد راجعين. لا لا مش خارجين، ده مكاننا واحنا قاعدين. لا لا مش ماشيين، ولو خرجنا اكيد راجعين. بسرعة يسابونا شيلي كل جرثومة، والصندوق يجري بسرعة مش عايزين ولا أمل. واجمعكم في الهدوء للتأثير ومش معقول. مشوني يلا برا وقولوا أكبر غلطة. يلا بسرعة يسابونا شيلي كل جرثومة، والصندوق يجري بسرعة مش عايزين ولا أمل. واجمعكم في الهدوء للتأثير ومش معقول. مشوني يلا برا وقولوا أكبر غلطة. جسد عطية من الله، نعمة جميلة أحافظ عليها، لازم يكون مفيهوش أمراض ونضافته مش ههمل فيها. جسد عطية من الله، نعمة جميلة أحافظ عليها، لازم يكون مفيهوش أمراض ونضافته مش ههمل فيها. شكرا يا ربي على كل عطاك، مش ممكن هكسب وهسيب نفسي في حالك. من النهارده سناني نضيفة يطلع منها ريحة جميلة، كل هدومي أكيد مغسولة والصابونة مش منقولة. شكرا يا ربي على كل عطاك، مش ممكن هكسب وهسيب نفسي في حالك. شعري متسرح ونضيف مش هكون تاني منكوشة. من صورتك وكمان شبهك أخلي نفسي في أجمل صورة.
وبعد كده راح عمل ايه؟ راح خلاص بعد ما الميه نزلت عليه راح نشف هدومه بسرعه 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 ونشف جسمه وراح مشي. ده ينفع؟ ينفع؟ لازم يعمل ايه الاول؟ يعمل ايه؟ لا لازم يغسل. لا برافو شاطرين، برافو سألوا نفسكم. لازم يغسلوا جسمهم كويس بالليفه صابونة ويرخي ويغسل في كل حته كويس جدا، عشان لو ما غسلش رجليه وجسمه كويس ايه اللي هيحصل؟ هيبقى فيه ريحه وحشه قوي وهيبقى رجليه صعبه قوي وهدومه كمان هيبقى كلها عرق ومش نظيفه. طيب ولما يحصل دوت هيكون في جواه ايه كمان اللي بيعمل الريحه دي؟ برافو هيكون في جراثيم. هي دي بقى اللي بتخلينا يجيلنا امراض كتيره جدا جدا. اخر حاجه بنغسل شعرنا بالايه؟ بالشامبو او بالصابونه. برافو. طيب دلوقتي بقى انا شفت مره واحد كان بيلعب واول لما خلص لعب دخل وراح حط ايده في بقه وشويه وصغيرين وراح عمل ايه؟ طلع الاكل من الشنطه وقعد ياكل. ده صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ برافو عشان ما غسلش ايده وحط كمان ايديه في بقه. فلازم نغسل ايدينا كويس بالصابونه. برافو عشان خاطر بطننا لو ما غسلناش ايدينا هتوجعنا. تمام؟ انا خلصت. اخر حاجه ان جسدي دوت مين اللي اداني جسمي؟ برافو يا اصحابي، بابا يسوع هو اللي اداني جسمي، وعشان خاطر بابا يسوع اداني جسمي الجميل دوت فلازم احافظ عليه جدا وما اخليهوش يجيله اي امراض. موافقين؟